السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم بفيديو جديد من مطبخ ام دونا. طبعا بما اننا في فصل الشتاء فلازم طبعا كلنا نعمل مع بعض البطاطا، طبعا متوفرة عندنا. وده شكلها، دي بطاطا حلوة بالبشاميل، بنسميها طبعا صينية الدفا، وطبعا مغذية ومفيدة جدا وطعمها خطير، وطبعا لازم تتاكل سخنة. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الصينية بتاعتنا دي كده ازاي. اضغطوا معايا لايك وكملوا الفيديو للآخر، ويلا بينا نشوف عملنا ايه مع بعض. دلوقتي احنا معانا كيلو من البطاطا. طبعا غسلناها وقشرناها ونضفناها كويس كده. هنقطعها بقى ايه، تقطيع كده وسط كده بالشكل ده كده، مش رقيقة قوي ومش تخينة قوي، سمكها مظبوط كده. دلوقتي بعد ما قطعنا البطاطا بتاعتنا مكعبات زي احنا شايفين كده متوسطة سمكها كده، ننزل عليها بنص كوباية سكر، كوباية مية، كوباية واحدة مية. دلوقتي بقى ايه، نوديها على النار كده لما تستوي ونرجع نكمل الفيديو مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما البطاطا بتاعتنا قربت تستوي معانا بالشكل ده كده، هننزل عليها بايه، بربع معلقة من الفانيليا. طبعا احنا بنحطش الفانيليا في الاول عشان ريحتها ما تروحش. دلوقتي قربت تستوي معانا اهي. نبدأ بقى نهرسها مع بعض ونشوف. ودلوقتي بقى البطاطا بتاعتنا طبعا استوت والمية بتاعتها نشفت خالص. نبدأ نهرسها نص هرسة كده. دي معلقة كبيرة زبدة. دلوقتي بقى بعد ما الزبدة بتاعتنا ساحت كده وهرسناها، طبعا فيها قطع باينة اهي، باينة معانا ان هي مش مهروسة قوي. هننزلها في البايركس بتاعنا كده. هنسويها كويس جدا ونبدأ مع بعض بقى نعمل الطبقة التانية اللي هي البشاميل. ودلوقتي بقى نجهز مع بعض الطبقة التانية. هننزل بمقدار معلقتين زيت كده، ونص معلقة زبدة او سمنة المتوفر عندك. يسخنوا قوي كده. ننزل عليهم ب3 معالق دقيق. طريقة البشاميل العادي، بس طبعا ده بشاميل حلو.
بنضيع ريحة الدقيق بس، مش بياخد لون ولا حاجة. تمام كده جاهز معانا. انزل عليه بقى بكوبايتين لبن، كده 3 كوبايات لبن. دلوقتي ننزل على البشاميل بتاعنا بمعلقة سكر، معلقة واحدة سكر. طبعا نقلب. رشة فانيليا بسيطة جدا بالشكل ده كده. نقلب وبكده البشاميل بتاعنا يكون جاهز. ودلوقتي يكون البشاميل بتاعنا جاهز، ننزله بقى فوق طبقة البطاطا بالشكل ده كده. كده نسيبها بقى تبرد شوية. ودلوقتي هنزل عليها بايه، بالوش بس كده رشة سكر بودر، طبعا عشان تاخد لون حلو. دلوقتي بقى هندخلها الفرن تاخد لون تحت الشواية، ونرجع نشوفها بقى مع بعض. ما تنسوش تحطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد مني اول باول. نحمرها بقى تحت الشواية تاخد لون، ونرجع نشوفها بقى مع بعض. يا حبايب قلبي، شكل صينية البطاطا بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، طبعا شكلها تحفة جدا. وطبعا دي بتتقطع كده وهي سخنة عشان ايه، تبظ وتلظ كده وتبقى جميلة. طبعا دي اسمها صينية الدفا، ومغذية جدا وحلوة جدا للأطفال، وطبعا محبوبة في الشتاء. ودلوقتي نبدأ نقطعها ونشوفها مع بعض. طبعا هي سايحة جدا ولازما تتاكل سخنة. هي طبعا لازما تتاكل معانا سخنة بالشكل ده كده. بجد خطيرة وتحفة جدا وطعمها تحفة جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.